هنبدأ فيلمنا مع عائلة كولين، وهم بيسيبوا ليفربول وبيروحوا مدينة ميلان في انجلترا وبيشتغلوا في مجال الاسماك وبيكونوا اغنياء جدا وبيبنوا قصر كبير. بس كولين بيعلم ابنه بارناباس ان العيلة اهم بكتير من الفلوس. وبعد 15 سنة بيدخل بارناباس علاقة مع انجليك واللي بتطلع ساحرة، بس بارناباس ما بيعرفش، ولما بتقوله انها بتحبه وعاوزة تتجوزه بيرفض بارناباس. فبتقرر انها تنتقم، تعمل تعويذة وبتخلص على ابوه وامه. وبيلاحظ بارناباس ان في حاجه غريبه في حادث موت عيلته، فبيبدا انه يقرا عن السحر الاسود وبيقع في حب بنت اسمها جوزيت، وبتشوفهم انجليك وبتحس بالغيره وبتستخدم سحرها مره تانية وبتخليها تنط من على الجبل. فبيقرر بارناباس انه ينتحر، بس مش بيموت لان انجليك بتكون حولته لمصاص دماء. وبعد كده بتحب انجليك اهل المدينه بعد ما قالت لهم ان بارناباس وحش، وبيجتمعوا كلهم وبيحبسوه في تابوت ويدفنوه تحت الارض. وتعدي السنين وبيكون في بنت اسمها فيكتوريا في طريقها لقصر كولين علشان محتاجين مربيه، وبتكون رايحه تشتغل هناك علشان تبعد عن اهلها وما يعرفوش مكانها. واول ما بتوصل القصر بيستقبلها ويلي البواب وبيعرفها على القصر، وبيكون القصر متبهدل ومش مترتب بسبب قله العمال، ومفيش غير ويلي ومدام جونسون العجوزه هم الوحيدين اللي شغالين فيه. وبتظهر اليزابيث كولين كبيره العيله وبتتكلم مع فيكتوريا علشان تشرح لها طبيعه العمل، وبتقول لها ان البيت فيه 7 اشخاص منهم اللي شغالين. وهم على العشاء بتقابل بقيه العيله واللي هم روجر اخو اليزابيث وكارلون بنتها وديفيد ابن روجر اللي بيكون عنده مشاكل نفسيه بعد موت امه، والدكتوره النفسيه يوليا واللي المفروض تعالج ديفيد علشان دايما بيقول انه شايف شبح امه، بس محدش بيصدقه غير فيكتوريا. وبتقول له انها كمان مؤمنه بوجود الاشباح. ولما فيكتوريا بتيجي تنام بتشوف شبح جوزيت وبتقول لها هو جاي في الطريق، وبتختفي تاني. وبيبقى في فريق شغال في الغابه وبيحفروا في الارض وبيلاقوا تابوت، ولما بيفتحوه بيخرج بارناباس منه بيخلص عليهم كلهم. وبيروح بارناباس للقصر وبيبقى مستغرب وهو في طريقه لما بيشوف التطور اللي حصل. ولما بيوصل للقصر بيشوف ويلي وبيسيطر عليه علشان يعرف منه معلومات عن الزمن، وبيخليه ينظف هدومه من الدم اللي عليه. ويدخلوا القصر، ولما بيحاول يعرف نفسه للاطفال بتشوفوا اليزابيث وبتطلب منه انهم يتكلموا على انفراد، وبتقول له انها كانت فاكره ان الكلام اللي حصل عن عيلتها زمان كان مجرد اسطوره، ومش بتصدق بارناباس غير لما بيفتح اوضه سريه محدش كان يعرف بوجودها، وبيوعدها انه هيرجع مجد العيله بكل الكنوز اللي في الاوضه دي. وبتوافق اليزابيث انها تخليه فرد من العائله، بس ما يقولش لاي حد انه مصاص دماء. وتاني يوم على الفطار بتعرفوا اليزابيث على انه بارناباس الثالث قريبهم اللي كان عايش في انجلترا، وبيتكلموا عن الشغل وبيقولوا له انهم خسروا شركه الاسماك بتاعتهم. وبتدخل عليهم فيكتوريا، واول ما بيشوفها بارناباس بيعجب بيها لانها شبه جوزيت، وبتبقى الساحره لسه عايشه وغيرت اسمها لانجي، وهي اللي استولت على شركه كولين. ولما بيقولوا لها الموظفين عن الحادثه اللي حصلت في الغابه بتروح علشان تتاكد وما بتستناش لحظه، وبتروح على قصر كولين وهناك بتقابل اليزابيث. بس بارناباس بياخدها منها علشان يتكلموا عن انفراد، ولما بيهدد انه هيكشف سرها بتقول له ان كل المدينه بيحبوها وبيثقوا فيها، ولو فكر يعمل كده هتعمل فيه زي اللي عملته زمان. وبعد كده بيحكي اللي حصل لإليزابيث، بس إليزابيث بتشجعه وبتقول له انه لازم يستخدم قوته علشان عيلته ويرجع المجد من تاني. وبسبب كلام إليزابيث بيبيع بارناباس الكنوز اللي في الأوضة السرية، وبيجيب عمال وبيرمم القصر، وكمان بيفتح شركة أسماك جديدة تحت اسم العيلة، وبيبقى واخد كل احتياطاته عشان الشمس ما تحرقهوش وما بيعرفش ينام وهو مرتاح. فبيخلي ويلي يجيب له التابوت بتاعه علشان يتعود انه ينام فيه. وبتبدا شركه بارناباس الجديده انها تشتغل وتكبر، وده لان بارناباس سيطر على كل الصيادين اللي شغالين عند انجي وخلاهم يشتغلوا عنده. وفي وقت فراغه بيفضل يتعلم اكتر عن التكنولوجيا الحديثه ويقضي وقته مع فيكتوريا. وفي ليله بتشوف جوليا وهو بيتصرف بطريقه غريبه وبتخليه يروح لمكتبها، وبتقدر تنيمه مغناطيسي وتعرف منه سر. فبتروح تتخانق مع اليزابيث علشان انت عارفه، بس بتقول لها انها فرصه كويسه ليها علشان تعرف اكتر عن تفاصيل قوته الخارقه. وبيطلب بارناباس نصيحة من كارولين عن ازاي يعرف يكسب قلب البنات في الزمن ده، فبتقول له انه لازم يبطل يستخدم اسلوبه القديم ويخرج مع ناس جديد. وبالليل بيقعد مع شباب موجودين في الغاب، وبعد لما بياخد منهم النصيحة بيخلص عليهم علشان يتغذى على دمهم. وتاني يوم بتنقل له جوليا دم بشري عادي علشان تخليه طبيعي. وبيقضي بارناباس وقته مع فيكتوريا وبيتكلموا مع بعض عن الظواهر الخارقه للطبيعه. وبتبقى انجي متعصبه انه رجع ينافسها من تاني، بس بقيه الموظفين مش شايفين مشكله بسبب انها بتتحكم في 95% من تجاره السمك. وبتتصل على بارناباس علشان تقابله وبتعرض عليه فلوس علشان تشتري شركته، بس بارناباس بيرفض. فبتقول له انها لسه بتحبه وعايزاه يكون جنبها، وبتهدده انها هتقتل فيكتوريا لو ما عملش معاها علاقه. فبينفذ كل طلباتها، بس بعدها بيعرف ان ده ما كانش ينفع يحصل، وبيقول لها ان مش هينفع يكون معاها تاني. فبتقول له انها هتدمر حياته وعيلته. وبيفضل بارناباس يقابل جوليا علشان تنقل له الدم. تفتكر فيكتوريا اول مره شافت فيها شبح جوزيت،
وهي طفله، وان اهلها حبسوها في مصحه بسبب انها بتقول ان هي بتشوف اشباح، ولما بتصحى من النوم بتشوف شبح جوز التاني، بس المره دي تطلب منها المساعده. تيفي وعلى الفطار بيعلم بارنبس انه عايز يعمل حفله ضخمه في القصر علشان يعرف الناس انهم عيله كبيره، وبتقول له كارولين ازاي يعمل حفله حلوه في الزمن ده، وفعلا بيعمل حفله كبيره وبيجيب مغني مشهور، وبتكون كارولين اتفاجئت من اللي هو عمله. وبعد كده بيتمشى بارنبس في القصر وبيلاقي ان ديفيد بيحرس أوضة الملابس بدل الموظف، فبيسيطر عليه وبيخليه يمشي، وبيبص من بره وبيعرف ان ابوه على علاقة مع الموظف، وبيسرق الفلوس من محافظ الضيوف. وبيقابل بارنبس فيكتوريا في البلكونه وبتقول له انها عارفة انه بيحبها، وبتحس ان في حاجه بتربطها بقصر كولين، ولما بيحاول انه يقرب منها بتتفاجئ فيكتوريا انه فعلا بيحبها، وبتحكي له عن ماضيها وانها قضت سنين كتير محبوسه في المصحه، وان جوزيت كان دايما معاها في الأوضة. وفي يوم عرفت إنها تهرب من الشباك، ولما كانت بتدور على مكان تروح له شاورت لها عن إعلان المربية في قصر كولين. وبتقول فيكتوريا إنها بتحس إنها في بيتها في القصر. وبتشوفهم أنجي لما بتوصل للحفلة وبتتعصب، وتاني يوم بيروح بارنبس لجوليا علشان يخليها تضاعف مجهودها اللي بتبذله علشان تحوله لإنسان طبيعي، بس بيكتشف إنها كانت بتحاول تخلي نفسها مصاصة دماء، وبيخلص عليها وبيخلي ويلي يساعده ويرموها في المحيط. وبيشوف بارنبس روجر وهو بيحاول انه يخش الأوضة السرية، فبيقول له انه قدامه حل من الاتنين، يا يبقى اب كويس لديفيد او ياخد الفلوس وما يظهرش لديفيد تاني. فبيقرر انه ياخد الفلوس ويمشي، وبيكون ديفيد زعل لان ابوه باعه واختار الفلوس. ولما ديفيد بيكون رايح على اوضته بتقع عليه كرة الديسكو، فبيلحقوا بارنبس قبل ما تقع عليه وتقتله، وبيقف تحت الشمس وبتبدا هدومه تتحرق، فبيعرف كل اللي حواليه سر ومنهم فيكتوريا. وبيروح لانجي علشان تشيل من عليه اللعنه، بس بترفض وبتخليه يعترف انه قتل الدكتور، وبتعرض عليه انهم يحكموا امبراطوريه الاسماك مع بعض كشركاء وحبايب، يا اما هتحبسه في التابوت تاني. بس بارنبس بيرفض عرضها، وهو ماشي بيلاقي ان رجاله انجي مستنيينه بالتابوت، وبتدخلوا انجي التابوت وبيطلعوا بيه على المقابر، وبتستخدم انجي سحرها وبتفجر شركه كولين الجديده، وبتحط التابوت في ضريح موجود في الغابه، وبيلاقيه ديفيد واللي عرف مكانه من شبح امه. وبيتفرج سكان المدينه على الشرطه ورجاله الاطفاء وهم بيتصرفوا مع حريق شركه كولين. وبتيجي انجي وبتشغل التسجيل اللي بيعترف فيه بارنبس انه قتل الدكتور، وبيروح على قصر كولين. وفي نفس الوقت بيوصل بارنبس وبيقول لهم انه هيعترف على كل حاجه على شرط انهم ما ياذوش عيلته، وانهم يقبضوا على انجي كمان لانها ساحره. وطبعا علشان ما حدش صدقه راح بارنبس عاضد انجي وخلى وشها يتشقق ويظهر على حقيقته. ولما بتبعد الشرطه الناس على المكان بيتخانق بارنبس مع انجلي، وبتساعده اليزابيث وكارلين اللي بتطلع مستذئبه، بس كلهم مش قادرين عليها، خصوصا لما بتسحر القصر وبتخلي التماثيل تهاجم العيله وهي بتعذبهم. بتعترف انها هي اللي قتلت عيله بارنبس وام ديفيد، كمان خلت ذئب يعض كارلين هي وصغيره. ولما ديفيد بيسمع الكلام ده بيخلي امه تهجم عليها وتطيرها من مكانها. ولما العيله كلها بتطلع بره القصر بيروح لها بارنبس فبتطلع قلبها وبيتحول لرماد، وبيدوروا على فيكتوريا وبيقول لهم شبح ام ديفيد انها على الجبل. وبيجري بارنبس علشان يلحقها قبل ما تنط من الجبل، بس ما بتسمعش كلامه وبتقول له انها مجرد انسان بيعيش تحت النور، وانه بيعيش بس في الضلمه وما ينفعش يكونوا مع بعض. وبتكون فيكتوريا مكتئبه وبتنط من على الجبل، وزي ما حصل من 200 سنه وراها بارنبس، بس المره دي بيحولها لمصاص دماء قبل ما يقع على الصخور. وبتتحول فيكتوريا لمصاص دماء ما بتموتش، وبتبقى تعرف تعيش معاه للأبد. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.